الموضوع ده هو الاستاذ محمد مصطفى الشردي اللي حضر الحكايه دي من اول على بعضها. اقدر اقول انه سياده المشير كان عايز يقول لنا ان الازمه الحقيقيه ازمه وعي، وانتم كاعلاميين مؤتمنون على هذا الوعي. صح؟ جدا. طب كويس، ما طلعتش خيبه جدا. ازمه وعي، وازمه يعني هي مش ازمه تحفيز للناس، انما هي ازمه وعي. في الأول لو موجود الوعي الناس هتشتغل، الناس هتحب مصر او هتبين حبها لمصر بشكل مختلف. انا مش هتكلم ان الناس بتبين حبها لمصر احيانا ان هو ينزل انا بحب مصر فعايز اغير او عايز اعمل مظاهره عشان اعدل او امنع وبتاع، لا. انما هو حته الوعي في كيفيه اظهار حبك لمصر دي المهمه جدا. واهميه الاعلام في تشكيل الراي العام والوعي في مصر كانت واضحه جدا من كلامه. الراجل ده بيتحدث الى الاعلام وهو يعلم جيدا ان الاعلام في مصر حرك الكثير من قبل 25 يناير وبعد 25 يناير وقبل 30/6 وبعد 30/6. كويس. خليني اقول لحضرتك جمله بس. انا حسيت ان هو بيتكلم بيقول لك مفيش استراتيجيه او سياسه اعلاميه في السنين اللي فاتت. كانه بيقول ايه؟ انا هقف بالظبط، انا هقف عند الحته دي معاك. الحته دي مهمه جدا. عايز اسال سؤال. انت شايف ان المشير السيسي التقى باعلاميين ليه؟ قول لي انت. ما هو انا اعتقد هي دي جزء من القضيه، انه انتم كاعلاميين، هو عايز يقول لك كده، يعني هو المشير السيسي عايز يقول للاعلاميين يا اعلاميين التحديات جسيمه جدا 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 وعايزه وعي. انتوا يعني هنبني وعي عند الناس، بس الوعي اللي عند الناس ده محتاج ان انتم كاعلاميين يكون عندكم رؤيه مشتركه للتحديات وازاي تتعاملوا معاها، وبالتالي كانه يعني استدعاء ليكم جزء منه بيقول انا مش هشيل الشيله لوحدي، انتوا مش تجيبوني رئيس وكل واحد بقى ايه. انا معاك في الشق الثاني جامد جدا، انما انت قلت كلمه خطيره. استدعاء ليكم. هو اصل ده يعني ده ضابط جيش. لا بيستدعي قوات شعبه كلها. بعد اذنك بس. هو مرشح للرئاسه. هو مرشح للرئاسه. ما الذي يعبر عنه المشير السيسي في هذا اللقاء؟ هل وده ناس كتير جدا هتسال لما تشوف الكلام، هل هو جاي علشان يوجهنا، ولا جاي يحاول السيطره علينا، ولا جاي يشرح لنا وجهه نظره؟ هو هقول ايه؟ هو جاي يحملكم المسؤوليه معاه. اشكرك. هو جاي يقول لكم اوعوا تعتقدوا اذهب يا سيسي انت وربك فقاتلا. لا مش كده بس. اننا هنا قاعدون. لا هو بص، هو عايز اقول لك انه هيحمل الشعب المصري كله المسؤوليه. ايوه صح، دي حلوه دي في هذا الحوار. هيحمل كل مؤسسات الدوله المسؤوليه. وقال لك لا مش انا، احنا. صح، اقرارها كتير دي. ده كتير جدا، وقالها كتير جدا. نحن مصر. نحن مش نحن فرد. بالظبط كده. مصر. نحن مصر كلنا. فده شيء مهم. نمره 2، ان انا قعدت افكر، ويمكن تلاحظ ان الكاميرات كانت بتجيب عليا. انت كنت مركز جدا. انت مركز لدرجه حسن هو غضبان ولا مركز؟ لا دي نظره السياسي. السياسي اللي هو يركز. انا قاعد في هذا اللقاء، لو تلاحظ في 4 5 بيكتبوا. انا كاتب اكتر من 30 ورقه. وجنبي استاذنا عادل حمود، انا وهو متعودين دائما في صحفيين معينين كده ماشيين كده معاهم النوتة في جيبه. اهل الصنعه. اهل الصنعه بالظبط كده. ثم زملائنا اللي ماسكين الموبايلات دول مش ماسكين موبايلات بيعملوا تكستنج. لا ده قاعدين بياخدوا نوتس لان معهوش ورق يكتب عليه. فكان قاعد بيكتب نقاط من اللي بيقولها المشير وعلى التليفون بتاعه عشان يحتفظ بيها علشان يعرف يستغلها في حديثه. كويس. انا قاعد مركز جدا جدا في كل ما يسأل وكل الإجابات اللي بتتقال والمكان وليه ده بيسأل هنا واختلاف وجهات النظر ايه، وايضا في مدى تركيز هذا الرجل في الرد على الأسئلة. يعني انا وانت مذيعين مش كده؟ وايضا انت دكتور وراجل بتدرس في جامعة وانا راجل صحفي ولا اخره. هل نستطيع ان احنا نقعد في حوار يناقشك فيه ويحاورك فيه 40 ولا 20 بني آدم 4 ساعات لمدة 4 ساعات ونص؟ تقدر؟ لا الحقيقة. ومش كده بس، انك تركز مع كل سؤال، دي محتاجة مقدرة خاصة. لا والاجابات كمان متنوعة مش متكررة، يعني بما يعني انه فاهم كل سؤال وبيديله الاجابة بتاعته. اذا الرجل هذا لم يستدعي احدا علشان يقول له انا عايز الاعلام اسيطر عليك. لا مفيش سيطرة، لان هو طبعا هنشيل المسؤولية مع بعض. على ايه؟ ما هو يعني واخد بالك سيطرة على ايه؟ معرفتي بحضراتكم ما تسيطرش عليكم. لا خالص يعني لا يستطيع السيطرة. انما هو بيتكلم على اوجاع بلد وشايف ادوات
العلاج ايه هي؟ والبدايه الاعلام. وانت معايا بقى والنبي ساعدني بقى. تمام. لو سمحت ساعدني في الحته دي. تمام. حته الاستراتيجيه اللي انت بتتكلم عليها هو صادق فيها تماما، ولكن هو هنا ما عرفش ان هو يفصل لنا قصده ايه باستراتيجيه الدوله، استراتيجيه الاعلام في الدوله. الاعلام